السلام عليكم يا شباب. النهاردة معانا شاشة كل ما نيجي نشغلها تشتغل وتفصل، ندوس عليها تشتغل وتفصل، وهكذا. بس قبل ما نبدأ حابب أشكركم على 100 مشترك يا أجمد متابعين. لو جينا نجرب الشاشة اللي عندي هتلاقيها بتشتغل وتفصل أول ما ندوس على زرار الباور كذا مرة. لكن ما تقلقش، إن شاء الله هنصلحها. أول حاجة هنجيب الشاشة ونفك القاعدة بتاعتها من زرار موجود فيها، وبعد كده نفك المسامير. ودلوقتي هنقلب الشاشة ونفك الفريم، بس بالراحة واحدة واحدة، عشان لو شديت جامد ممكن تقطع أي سلوك جوه. كده نقدر نفتح الشاشة. هنفك الوصلتين دول بتوع لمبات الشاشة. وكمان هنفك المسمار ده لأنه متوصل بالبوردة اللي عايزين نفكها. هتلاقي جوه بوردتين، بوردة لتوزيع الفولت وبوردة تانية ديجيتال، دي اللي بتعرض الصورة اللي جاية من الكمبيوتر. وخلي بالك من السلك ده يا صديقي، بالراحة عليه لأنه خاص بزرار التحكم في الشاشة. نيجي بقى للبوردة بتاعة توزيع الفولت، هنفك الأربع مسامير وكمان المسمارين دول علشان نعرف نخلع البوردة معاها. بعد ما فكناها هنبص على المكثفات، لو ركزت هتلاقي 4 مكثفات منفوخين، وده دليل إنهم بايظين، وعكسهم المكثف السليم بيبقى سطحه مستوي. وعلشان نعرف قيمة المكثف هنلاقيها مكتوبة عليه، والقيم اللي لقيتها عندي كانت 3 مكثفات 330 مايكرو فراد، واحد مكثف 220 مايكرو فراد. معلومة مهمة، المكثف الجديد لازم يكون نفس القيمة، لا أعلى ولا أقل. أما بالنسبة للفولت عادي تجيب أعلى، بس ما ينفعش أقل. ودول المكثفات اللي جبتهم، مش لازم يبقوا نفس الشكل بالظبط، أهم حاجة إن القيمة تكون زي المكثف البايظ. بس للأسف في مشكلة صغيرة. زي ما أنت شايف يا صديقي، كوية اللحام مش عايزة تسيح القصدير اللي على البوردة، بس لقيت حل. كم؟ قصافة صغيرة وخلعت بيها المكثف من تحت. فاهم حاجة يا صديقي المشاهد؟ تعالوا نعملها عملي. هنقلب البوردة ونجيب القصافة ونشيل المكثفات. Good job. وللأسف المشاكل مش بتخلص. بعد ما شلت المكثف لسه الطرف بتاعه ملحوم وسادد مكانه، والحل إني رحت جبت الكاوية والقصدير ولحمت المكثف الجديد مع الأطراف دي مع بعض. ويا رب تكون دي آخر مشكلة، ويلا بينا نجرب الشاشة. والحمد لله الشاشة اشتغلت وما بقتش تفصل.
بس للأسف مفيش حاجة بتكمل. فاكر السلك اللي بيتحكم في زرار تشغيل الشاشة؟ للأسف باظ. بس أقولك على حاجة، مش فارق معايا. عشان أنا أصلاً مش بستخدمه. وبس، ويا ريت تشترك في القناة لو الفيديو عجبك، وأشوفكوا في فيديو جديد يا صديقي المشاهد، والسلام عليكم.